اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. هنعمل في وصفتنا النهاردة الفتة المصرية بكل سهولة. معايا لحمة، أي قطعة انت حباها اشتغلي بيها. في البداية معايا حلة هنزل بسمنة، بعد كده هنزل بمعلقة سكر، هسيبها تتكرمل. هضيف اللحمة، النار بتكون عالية عشان تاخد الصدمة، مش عايزة ميتها تنزل. بضيف كمية اللحمة اللي عندي وبشوحها على الناحيتين، بتاخد لون زي ما حضراتكم شايفين. في المرحلة دي هنزل بطماطماية، بصلات، جزراية، ورق لوري، حبهان مستكة، وهقلبهم مع بعض. بعد كده بضيف مية سخنة من الكتل وبسيب اللحمة تستوي. لما تخش في السوا بحط ملح. في حلة هنزل بسمنة، بعد كده هضيف الرز غسلاه ومصفياه من المية، بديله تقلبتين مع السمنة. بعد كده بنزل بمية سخنة مغلية من الكتل وهسيبه يتشرب، وبعد كده بوطي عليه النار واحطه على الشياطة لحد ما يستوي. ونزلت طبعا بالملح. معايا هنا عيش مقطعاه مكعبات صغيرة، هنزل عليه بسمنة مولعة الفرن، وهدخل الصينية تتحمر في الفرن. في حلة نزلت بسمنة، هضيف توم، هضيف طماطم، هسيبها تتسبك. في طاسة هضيف فيها سمنة وهضيف فيها توم. التوم ياخد معايا لون يصفر، بس هنزل باللحمة. الطريقة دي بتدي طعم جميل اوي للحمة. هحمر اللحمة على الاتجاهين. في المرحلة دي هنزل بطماطم اللي انا سبكتها، وهقلب الطماطم مع اللحمة لحد ما تاخد لون. هضيف هنا في الصينية العيش اللي حمرته في الفرن، طالع جميل جدا ومقرمش. هعمل هنا تقلية الفتة، ضفت سمنة وحطيت توم، هسيبها معايا تاخد لون. هنزل بالكزبرة، هقلبهم مع بعض. بعد كده هضيف عليها الخل واسيبها تاخد غلوتين وهطفي عليها النار. هضيف هنا على العيش شوربة، بس مش بحط كتير. بعد كده بضيف الخل والثوم، وهنزل بالرز. طبعا بتحط الرز اللي انت حباه. هضيف اللحمة، شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله جميلة، اكنها مشوية على الفحم. برص اللحمة كلها بنفس الطريقة. وهضيف الخل والثوم، تقلية الفتة. ودي الفتة المصرية بتاعتنا. طبعا اللي حابب يحط طماطم يحط، بس احنا ما بنحبهاش بالطماطم، احنا بنحب ناكلها كده. وكل سنة وحضراتكم طيبين، عيد سعيد عليكم.